واحدة من أخطر اللحظات اللي ممكن تواجهها، وهي loss of motor control أو فقدان التحكم الحركي الخفيف. اللحظة اللي جسمك فيها بيبدأ ينهار قبل ما تفقد وعيك تماما. اللحظة اللي جسمك بيقولك فيها كفاية. في الغوص الحر كل ثانية تحت المية محسوبة، وكل قرار بيحدد سلامتك. واحدة من أخطر اللحظات اللي ممكن تواجهها، وهي loss of motor control أو فقدان التحكم الحركي الخفيف. اللحظة اللي جسمك فيها بيبدأ ينهار قبل ما تفقد وعيك تماما. ازاي تعرف انك دخلت في الالم سي؟ لو حسيت ان جسمك بدأ يهتز او ايدك مش ثابتة، او حتى فقدت السيطرة على عضلاتك للحظات وانت بتطفو على السطح، ده معناه ان الاكسجين عندك وصل لمستوى خطير، والمخ بيحاول يسيطر بأي شكل. في الحقيقة الخطر الحقيقي انك تتجاهل الاشارات دي. لو كملت ممكن تفقد وعيك بالكامل، وده اخطر حاجة في الغوص الحر. علشان كده اهم قاعدة هي انك تنهي الغطسة في الوقت الصح، وتاخد نفس بامان على السطح قبل ما توصل لمرحلة خطر. طيب لو زميلك دخل في الالم سي، مهمتك الاولى انك تمسكه فورا وتحافظ على بقاء رأسه خارج الماء، وتخليه ياخد انفاس ببطء وعمق لحد ما يستعيد وعيه بالكامل. طبعا مفيش هزار في النقطة دي، لان اي تأخير ممكن يكون قاتل. افهم حدودك، درب كويس، ودايما افتكر ان الغوص مش تحدي مع الاكسجين. الغوص هو انك تعرف امتى ترجع للسطح بامان. وما تنساش، البحر دايما بيختبرك. هل انت مستعد؟